السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في عزومة عندي وهبتدي بقى كده أجهز ليها التحضيرات قبلها بيوم. النهاردة كده لازم، هي عزومة كبيرة شوية، حماتي وحماية جايين هم وولادهم، ربنا يديهم الصحة والعافية. هنا بقى ايه، انا جبت الفراخ فكيتها من الفريزر معايا عشان هعمل لها محلول الملح. محلول الملح ده اللي بيخلي طعم الفراخ دايب دوب كده ويخليها تستوي معايا. الفراخ دي معايا كبيرة شوية، اللي هي الفراخ البياض، وطلعت هنا الورق العنب عشان هسلقه. هعمل بقى محلول الملح معاكم ازاي. هم 4 فرخات كبار كده، مش كبار قوي يعني، هو وزن 1.5 كيلو يعني تقريبا، بس هم الفراخ اللي هي البياض دي. خلاص، فانا بقى هعمل لها الملح. جبت ملح خشن، حطيت كده حبة حلوين كده، وربع كوباية سكر، حطيت يعني عود قرفة، وهحط بقى مية وشوية خل، وانقع بقى الفراخ ليلة كاملة. لان انا كنت انا كنت عاملاه التجهيزات دي قبل الفطار الصبح عملتها، وبعد كده بقى رحت خرجت اتعزمت بره عند واحدة صاحبتي، وجيت عملت برضو شوية حاجات كده، كملت شوية حاجات بحيث ان انا يوم العزومة الصبح ما يبقاش ورايا حاجة، يبقى على التسوية بس، ما تعبش في المطبخ، وفي نفس الوقت الحق اعمل الاكل. خلاص كده انا هحط بقى ال4 فرخات مع بعض. وكنت جايبة حمامية واحدة، لاني حماية ربنا يديله الصحة ما بيحبش الفراخ، فاحنا قلنا بقى نجيب له حمامة كده نحطها له جنب الاكل عشان ياكل، هو بيحب الحمام. بألف هنا وشفا عليهم يا رب. خلاص كده بقى. وكنت جايبة بقى الطماطم، بحب اديها غلوتين كده 3 على النار عشان تبقى طرية وسهلة معايا في الخلاط، وسبتها تبرد، ورحت بقى شايلة القشر بتاعها عشان تبقى سهلة معايا، وبحبش التفل بتاع القشر يبقى في الاكل. وكده كده لو كان فيها تفل انا بصفيها برضو، بس وارمي بقى المية الزيادة دي لان هي سهلة معايا في الخلاط. بس للأسف الخلاط ما ضربش، يعني جه ما حطيت الكمية دي باين كلها ولا جاب اخره، فما كملش معايا، واحتست اخر حوسه، فروحت قلت لا ما اقفش، اجيب بقى الكبه اللي هي بتاعت اختي، هي انا واخداها منها سلف. فقلت بقى هضرب، والحمد لله انقذتني الكبه. بس لحد بقى ما اغير الشفشق واجيب شفشق جديد، مش عارفه العيب من من الخلاط ولا في الشفشق. المهم هي السكينه لفت وما ضربتش. بس كده. ودي البسارية اللي انا عاملاها على جنب اهي، حطاها اللي انا عملتها معاكم. مش عارفة بقى، يعني اللي ما دخلش شاف الفيديو يخش. الطريقة بتاعتها جميلة جدا، وعملتها بطريقة من غير ما كان يعني يبقى ليها ريحة خالص، غير الناس المعتادة بتعملوها بالطريقة اللي انا عملتها بيها قبل كده ورميتها في الزبالة. الطريقة بقى بتاعتي اللي انا نزلت بيها الفيديو هتعجبكم قوي، وجربوها هتدعولي ان شاء الله. بس كده. انا بقى هجيب بقى كمية بصل حلوين، وهعمل تخديعة محشي. تغذية المحشي اللي انا بعملها دي مش قادرة اقول لكم والله العظيم، كل اللي بيدوق مني المحشي بيجنن عليه. ازاي بقى التخديعة دي؟ بتعملي سحر فيها ولا لا، اللي انتوا شايفينه ده. باخد نص البصل وبسيبه في الكبة، وشوية العصير الطماطم، او لو انا بعصر الطماطم احط مع الطماطم وهي بتتعصر بصلتين كده ولا حاجة او 3 يتعصروا معاها، يعني يتفرموا مع الطماطم. هي دي بقى السر. خلاص، والباقي هيتخدع. وفي سر تاني، شوية بصل مع بعد ما اخلص ده كله واخلط الرز واخلط الخضرة كله في بعضه، اروح حاطه شوية البصل المفرومين دول برضو يتخلطوا مع الرز مع الخضرة مع الطماطم كله مع بعضه كده، يتقلبوا مع بعض. يعني انا حاطه شوية بصل هنا هو على النار، وفرمت شوية بصل مع الطماطم، وهحط شوية بصل كمان مع التخديعة بقى، وما اقلبهم كلهم مع بعض. خلاص، دي بقى احلى، مع بقى شوية البهارات وشوية الحبشتكنات وكده، هتبقى معايا خلطة تحفة للمحشي. وشوية شطة كده حلوين. حطيت على النار مية عشان احط اسلق الورق العنب. كل دي تجهيزات. خلاص، وبعد كده بقى هجيب اعمل الخلطة بتاعت الرز. بقى خلطة، حطيت بقى البهارات اللي عندي، ملح وشطة وفلفل اسمر وكمون و7 بهارات. ولو عندك جوز الطيب حطي جوز الطيب، حطي. انا ما حطيتش جوز الطيب لاني مش عندي. كل ده هتحطيه.
وبعد كده بقى هحط البهارات كلها اللي انا عملتها مع بعض، هحطهم في قلب ايه الخلطه بتاعت المحشي. ومكعب مرق الدجاج كده برضو بيخليه يعني ايه بيديله تيست كده عالي، وشويه سكر عشان بس ايه الحموضه وكده، بحب احط شويه سكر برضو ايه عليها، وتاكلي احلى تخديعه محشي مش قادره اقولك. وطبعا الناحيه التانية الميه عشان اسلق فيها الورق العنب. وطبعا على الصينيه اللي هناك دي انا مطلعه اللحمه المفرومه تفك معايا، لسه ما فكتش. وقت بقى ما تفك اروح برضو ايه مع عامله التخديعه بتاعت ايه المكرونه بالبشاميل والرقاق، لان انا هعمل رقاق ومكرونه بشاميل. هطلع بقى الورق العنب ده انا كنت جايباه بناتي من سوق التلات، كان الكيلو ب50 جنيه، انا كنت جايبه يجي ربع كيلو كده ولا حاجه. وبعدين حطيته وربطته في نفس الكيس نفسه وشلته في الفريزر، ما سلقتوش ولا اي حاجه، شايلاه بالفريزر وطلع معاكم زي ما انتوا شايفينه كده. كان بقاله اسبوعين عندي يعني في التلاجة خلاص. وقلت بقى ايه اشيل العقاد بتاعته دي لحد ما الميه تغلي، وبتسهل عليا في الوقت وبتسهل عليا في المجهود ان انا وانا بحشي الورق العنب بينجز معايا، يعني العقاب دي بتبقى رخمه شويه في فكها بس. واروح بقى ايه حطاه في قلب الميه فيها ايه، الميه فيها كمون وعصره ليمونه بس كده وشويه زيت بس كده، واروح حاطه ويعني ايه دقيقتين كده 3، لان هو كان في الفريزر ما طولش عليه عشان ما تريش. وبعدين هو بناتي ورق عنب بناتي فبيبقى طري وخفيف، يعني مش زي الورق العنب الخشن بيبقى ما بياخدش السوا قوي خلاص. واروح بقى حاطاه في ميه من الحنفيه عشان ايه بس يوقف السوا بتاعه وما يتهريش معايا. واكمل، هما مش كتير قوي، انا حطيت يعني شويه الورق العنب دول مش كتير، ومع شويه بتنجان مع كرنبايه، كنت جايبه كرنبايه صغيره خالص يعني تبقى كده ايه يعني جنب بقيه الاكل، يعني زي المقبلات كده بس. اللي وصل لحد هنا بقى يعمل لي بقى لايك واشتراك للقناة اللي اول مرة يتابعني، عشان اللايك يعني بيظهرني شوية ويخلي الناس تشوفني على اليوتيوب. العزومة هي جت متأخر شوية بس معلش بقى ايه كله كده جاي في بعضه، يعني احنا في الاسبوع اللي هو داخل على العيد ده، فيعني الدنيا يعني مدربكة معايا ومفيش وقت عندي خالص عشان بقى تنظيفات العيد. كل سنة وانتم طيبين. فانا ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات العزومة دي، وان شاء الله بإذن الله بعدها بقى كده ورا بعض التنظيفات والفرش والحاجات الحلوة اللي احنا ايه هنعملها ان شاء الله في العيد. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تديم عليكم النعمة يا رب، نعمة الفرح والسعادة والبركة والخير في بيوتكم يا رب. كده بقى انا جبت بقى العصاير بتاعتي، انا هعمل عصير فراولة وعصير جوافة واللي هو التمر ده بنقعه بس كده، قطعته وحطيته ايه على النار. هنا بقى معايا ورق العنب عشان برضو بسهل عليا برضو الوقت والمجهود، عقبال بس كده اما اخلص الوقت، لان انا بعمل كله قبلها بيوم فعندي وقت يعني كله ده قبل الصبح، لان انا دلوقتي هخلصه واروح ايه لابسه واروح بقى عند صاحبتي عزماني النهارده ان شاء الله. احلى حاجه ان الناس الواحد يعني الناس تعزمك تبقي يا مريحه دماغك ربنا يا رب ما يقطعها عليكم عادة ابدا يا رب. جماعة العزومات دي بتبقى حلوة جدا وبركة في البيت وخير ورزق بيجي، ومش قادرة اقول لكم يعني جميلة العزومات يا رب. دايما يا رب بيبقى بيوتنا عامرة كده دايما بالخير. كده انا خلصت بقى اهو شوية الورق العنب دول الباقيين معايا هم، والعناقيد دي حطيتها في قعر الحلة اللي انا هحط فيها الورق العنب، ويبقى كده خلصت تجهيزات اليوم بتاع العزومة. والخضرة غسلتها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي في عمل بقى العزومة، يا رب يقويني. مع السلامة.